هقول ايه منك لله يما، وقعتيني الوقعه السودة دي. امك ذنبها ايه؟ انت اللي وكستي نفسك. العواف يا سي عبد المجيد. يا سي عبد المجيد العواف. مين؟ نعمت؟ ايوه جايبه لك الغدا. مش عايز اكل. ليه بس يا سي عبد المجيد؟ ده انت طول النهار شقيان مع القطورات. عملت ايه اكل عليه؟ ماليش قيمه خالص. يهو ازاي تقول كده؟ ازاي تقول الكلام ده يا سي عبد المجيد؟ ده اجدع قطر باشاره واحده منك بيركع وينفذ اوامرك. اوامري؟ ده انا محوالجي عامل غلبان في السكه الحديد. قال يعني جبت الديب من ديله. الازازه خلصت ولا ايه؟ يخص عليك كده، الازازه دي غداره زي اختك. اختي ست غلبانه وطيبه وشقيانه يا سي عبد المجيد، الله يكون في عونها. طيبه؟ اختك طيبه؟ ده انت اللي طيبه، انت الوحيده اللي طيبه في كل الهم اللي عندي. اختك نعمت زي الازازه دي، دايما تقلي مزاجي ودايما تعمل عكس ما انا عايز. هي اختك اللي شداني لورا، وهي اللي خلتني اصاحب عليها، اعرف در عليها، اعرف الازازه دي. ان شاء الله كل شيء هيبقى علوي يتعدل. امتى انا متجوزه بقالي 22 سنه مورياني فيهم المر، وغير كده وكده سنه تخلف لي وسنه لا. لستر ربنا تخلف سنه وتسقط في السنه اللي بعديها. يعني لو كان عاش كل الولاد اللي بطنها شالتهم كان يبقى عندي دلوقتي 22 عيل. ولو كانت بتاكل احسن من كده بشوية كانت خلفتني في البطن 2، يعني كان يبقى عندي 42 عيل. يا ساتر يا رب. شوف انت بقى الوكسة الدبل اللي كنت هبقى فيها. اسمع يا جوز اختي، انا نفسي اقول لك على حاجه بس مش عايزك تزعل مني. قولي لي يا اختي، قولي لي. ما تخف شويه بقى من الشرب ده. اخف؟ حتى انت يا نعمت؟ انا اصلي قلبي عليك. تبقي مش فهماني. اللي قلبه عليا بصحيح يخليني تايه عشان ما اشوفش الخيبه القويه اللي انا فيها. طب كل لقمه بقى كل. هاكل ايه؟ اصل اختك اكلتني ما فيه الكفايه وما زالت توكلني. ظبطتك يا نعمت. فيه ايه يا زهره؟ انت بتعملي ايه؟ باكل لقمه مقدده يا زهره. ويهون عليكي تاكلي من غير بنت اختك زهره اللي بتحبك؟ لا ما يهونش، خديها يا اختي. قوليلي بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. الحقي يا نعمة الحقي. في ايه؟ الواد ابن خالة عايشة ماسك السكينة يا اخويا. يا لهوي. هات اللي عندك يا زمان. ظبطتك يا نعمة. فيه ايه يا زهر؟ انت بتعملي ايه؟ باكل لقمه مقدده يا زهر. ويهون عليكي تاكلي من غير بنت اختك زهرة اللي بتحبك؟ لا ما يهونش عليا يا زهره، خديها يا حبيبتي. قوليلي بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا زهره. الحقي يا نعمة الحقي. في ايه يا طنطاوي؟ الواد ابن خالة عايشة ماسك السكينة يا اخويا. يا لهوي، ماسك السكينه لاخوك؟ يا نهار زي بعضه. تعالى وريهوني يا طنطاوي، هما فين؟ في الحر اللي ورانا على طول. طب يلا قوام وريهوني يلا. انا اللي هشرب من دمك. انت تشرب من دمي يا اخي. طب انا هوريك. ايه يا جماعه سايبينهم بيتعاركوا وبتتفرجوا عليهم؟ في ايه يا خليل؟ ارمي السكينه دي من ايدك، ارمي يا مغاوري. اضربه عيب يا مغاوري، انا زي اختك. يلا معايا يا خليل يلا. ايه اللي جابك هنا يا نعمة؟ روحي انت بقول لك، اوعي من وسطينا. اروح واسيبك؟ انت مجنون. انت مالك ومالي؟ روحي بقول لك. انا هعرف اربيه. هو فاكر ان السكينه اللي في ايده دي هتحميه؟ ده لو معاه ساطور هدشدشه على دماغه. اوعي كده من سكينتي. انت هتدشدشه على دماغي. طب خد. اوعى انا السكينه. ابعدي يا نعمة ابعدي. لا مش هبعد. سيب السكينه دي. انت ماسكه ايدي ليه؟ اوعي ايدي بقول لك. عيب يا خليل، ابعد عنه.
بقول لك اوعي يا نعمة، بقول لك اوعي. وانا بقول لك ابعد يا خليل، ابعد. هات السكينه يا مغاوري، هات ربنا يهديك. ده انت ابن ست طيبه وطول عمرنا حبايب مع بعض. حصل ايه ده كله؟ انتوا مش كنتوا اصحاب؟ لا صاحبي ولا اعرفه، وانا يعني اللي عايز ابص في خلافك. معلش بكره النفوس تهدى. يلا يا خليل يلا معايا، وانت على بيتكم يا مغاوري. امشي معايا يا عيله اللي بتحميك خالتك. شايفه بيقول ايه؟ سيبيني بقى عليه، انا هوريه شغله، انت اللي جبتي لي الكلام. امشي نجر قدامي. لو كنت فلحت في المدرسه كان زمانك بقيت حاجه عدله بدل صرمحه الشوارع. كنت فين يا نعمت؟ ابدا يا جمالات. ابدا ازاي؟ البت زهره قالت لي انك رحتي تحوشي عن المدعوق اللي اسمه خليل. اصل بقى يا اختي الواد اللي اسمه مغاوري ابن خالي كان هيموتوا احسن. سيبيهم يتفلقوا مع بعض. الله بقى. جرى ايه يا جمالات؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي يسمع كده يقول انه مش ابنك. خش يا فالح اتلقح جوه. الله بقى. بدل ما تدور لك على شغله ولا مشغله طول النهار والليل خناق. وانت يا نعم خد الهدمتين دول يا اختي رقعيهم، ما تسيبيش اللي وراكي تاني وتجري ورا المدعوق ده. اسمع، حط السياله بتاعت الجلابيه دي في البنطلون ده، وحجر الهدمه دي لميها على قد ما تقدري. اوام بقى عشان تلحقي تملي الزير اللي قرب يفضى. اوام يا نعمه. بس كده؟ ما عندكيش حاجه تانية؟ والله يا سعيد افندي مش عارف اقول لك ايه. تاخد لك شفطه؟ تعيش يا عم عبد المجيد. بصراحه تقدم لها ناس كتير قوي ودايما بتقول لا. معلش يمكن يكون لنا احنا نصيب. هي بنت حلال وكويسه قوي. كفايه انها اخت الست بتاعتك. هي احسن من اختها بكتير. لو كان لك نصيب يبقى هتعاشر عن اخت ست في الوجهين البحري والقبلي. انت بتاخد كام؟ انا اترقيت من اول السنه اللي فاتت وبقيت كمساري تالت. يعني بتحصل لي كده على 13 جنيه وكسور. ياه، انت لوحدك؟ وانت عارف العلاوات كل سنه، وبناخد كمان نسبه لما بنطوق الزباين. ربنا يفتحها عليك ويبعت لك زباين تطوقهم دايما يا ابني. ما تاخد لك بق. ما انت عارف ما بشربوش يا عم عبد المجيد. لا ما تخافش مني، انا عديل يعجبك قوي. يعني اذا كنت عايز تشرب اشرب وتبحبح، ما تخافش مش هطوقك. لا صحيح ما بشربش. قلت ايه؟ اجيب امي؟ ليه كفل الشر؟ عشان يعني نتكلم ونتفق. يا نعمة ده كويس وبيلبس افندي. يا سي عبد المجيد مش عايزه. طب افهم ليه؟ من غير ليه؟ ما فيش حاجه اسمها من غير ليه. ايوه ما فيش حاجه اسمها من غير ليه. انت ناسيه سنك قد ايه؟ شوفي حالك وبصي لنفسك. ده اللي قدك اتجوزوا وبناتهم بقوا طول كتافهم. انت بتعايريني يا اختي؟ على الله يحوق فيك امال وتفوقي. افوق من ايه يا ست جمالات؟ ما هو انت يا نعمة اللي مش عاجبك حد، ومن سن 18 سنة بيجيلك عرسان أشكال والوان. إبراهيم رئيس أنفار الترحيل كان عيبه إيه؟ وهنداوي سواق بابور الحرد برضه كان عيبه إيه؟ وعالي وفهيم وغيرهم. وقلنا يمكن مش عايزة فلاحين، جبنا لك لفندي الكمساري. دي بدلته تمام زي بدلة ظابط النقطة. يا سي عبد المجيد مش قصدي كده خالص. امال يا اختي قصدك ايه؟ تكونيش فاهمه انك بنت البرنس عبد الصمد؟ ما تردي يا اختي، قلتي ايه؟ يا جمالات مش عايزه اتجوز. لا هتتجوزي غصب عنك. ايوه زي ما بتقول هتتجوزيه غصب عنك. اتجوز غصب عني عشان ايه؟ عشان اجيب 11 عيل ما لاقيش اوكلهم؟ اتجوز غصب عني عشان اعيش العمر كله في نقار ونكد مع العيال وجوز بيجيب 8 رغيف العيش بالكاد؟ اتجوز عشان ايه؟ عشان بدل ما جلابيتي يبقى لها رقعه واحده يبقى لها رقعتين؟ والعيال الغلابه اللي هخلفهم ذنبهم ايه؟ هجيبهم في الدنيا دي عشان ايه؟ عشان ازود الجعانين والعيانين والحمير؟ الحمير ده ايه؟ انا ما اتجوزش الا اذا ضمنت بني ادم متعلم ومتنور كمان عشان عيالي يطلعوا عدلين. انت بتعايرينا يا نعمات؟ لا يا جمالات ما بعايرش حد، انما عشان شفت بعناية اللي انتوا فيه مش عايزه اقع فيه. شفتي ايه وهباب ايه؟ لو كنت اتجوزت اي راجل في الدنيا غير عبد المجيد
المدهول ده كان بقى الحال غير الحال. لا 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 لا، هي رست في الاخر عليا انا، طلعت انا المداول يا وليه. ايه وانت تقدر تقول ايه غير كده؟ خلاص يا وليه، لا اشرب من دم. انت تشرب من دم انت يا اخويا؟ انت قادر تصلب طولك ده؟ انت عايز لك طوبه تحت رجلك تسندك يا وليه خلاص بقول لك. هتفضل طول عمرك سبنسة الرجاله. يا اخويا ابعد عني كده، ريحه بقك وحشه. شايفه اختك يا نعمه. سي عبد المجيد معذور يا